السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء خوتاتي الله. السلام عليكم. مرحبا بكم معنا من جديد. القناة ديالنا قصة وحكاية، قصص وحكايات من الواقع المغربي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكنا من جديد في هذه القناة. وعلى بركة الله نبداو السرد ديال القصة ديالنا. القصة ديالنا غادي تدور الأحداث ديالها في نواحي ديال الخنيشات، واحد الفيلا صغير في الإقليم ديال سيدي قاسم. واحد السيد كان تما معروف ومعروف بزاف، سميتو عبد الرحمن المحبوب. تعرف بالامتلاك ديالو أراضي فلاحية كبيرة وكبيرة بزاف. يعني السيد كان إقطاعي، لاباس عليه، عندو إقطاعات كبار ديال الأرض. كان فلاح كيملك من غير دوك الأراضي ديالو، كان عنده واحد القطيع كبير من البقار والغنم، وعاد زيد اللي عنده شي أراضي، شي فيرمات، عنده بزاف ديال الأرزاق، خير موجود. هاد السيد هذا اللي كان سميتو عبد الرحمن كان عنده ولد واحد، ولد واحد هو اللي رزقو الله، سماه مراد. حاول يتزوج مرات اخرين يولد، ولكن ما جابش الله. من بعد الطبيب قال ليه راه صافي، الانجاب راه توقف عندك. كان الحاج عبد الرحمن حريص على انه داك الولد ديالو يكون خير وريث ويكمل في المسار الفلاحي ديالو. نشأ داك الطفل وكبر في واحد الجو اللي زوين، الاب مهلي فيه من كل جهه، ما كيرفض ليه حتى شي طلب. اي حاجه بغاها مراد كان كيجيبها ليه. وفي نفس الوقت كان السي عبد الرحمن حريص على ولده انه يتعلم واحد التعليم اللي يكون جيد، يأهلوا للتدبير ديال المتاع ديال الأسرة، لأنه هو الوريد ديال ديك الأسرة، هو اللي عنده. الأب ديالو كان كيظن باللي ولدو مراد راه غادي يتريقل إلا جاب ليه أساتذة يعلموه العربية والفرنسية والحساب وشي مواد أخرى باش يقرا مزيان. ولكن اللي وقع عكس اتجاه، كيما كيقولوا الرياح تجري بما لا تشتهي السفن. الحلم ديال الحاج عبد الرحمن ما تحققش. عبد الرحمن غادي يتوقف من بعد ما شاف ولدو، توقف على الدراسة، حتى هو غادي يتوقف هادوك دروس ديال الدعم. ولدو حصل على الشهادة ديال الدروس الثانوية وحبس، مبقاش باغي يزيد يقرا. كان كيجيب ليه الأساتذة للدار، ملي ما بقاش صافي راه توقف على هادشي هذا. الأحداث ديال هاد القصة هادي كدور في 1998. من بعد واحد المحاولات طويلة الإقناع، الأب غادي يحاول يقنع ولدو أنه يمشي للرباط ويقرا تما شي حاجة، زيد يقرا. وبالفعل غادي يقرا، يقنعو باش يمشي يلتحق واحد المدرسة خاصة ديال التعلم الرسم الهندسي، وغادي ياخد فيها شهادة الدروس الثانوية. من بعد ما غادي يديه، غادي يكري ليه واحد الدار وغادي يدير ليه واحد المصيري. وتعود مراد ديك الوقيته اللي ما كيكون لا خدام لا والو، وما عنده حتى شي حاجه غدا، لا سطاج لا قرايه، راه كان كيدوزها غير الليالي، الليالي حمر، الشراب والدريات. ولو عندو بزاف ديال الدراري اللي كيبينوا على انه راه اصدقاء ديالو، راه ما عندهم حتى شي غايه غير انهم يستافدوا من داكشي اللي كيعطيه بوه ديال الفلوس. تعود مراد انه يدير تعود مراد على انه يدير سهرات، ويجيو يجلسوا معاه ويشربوا معاه ويدوزوا معاه الليل. ولاو البنات كيجيو عندو بزاف للدار ديالو. الاب ديالو مسكين كان كيظن بلي راه ولدو كيقرا وراه جالس كيقاد مستقبل، ولكن الواقع كان حاجه واحده اخرى. استمر مراد على هاد الحال هذا، كيمشيش للدار ديالو من نواحي ديال سيدي قاسم، وكان كيبقى ديما غير في ديك لابارطومون اللي شرا ليه الاب ديالو، غير الزهو الناجح. حتى لواحد النهار غادي يجي الاب ديالو، غادي يلقاه مع واحد البنت، البنت اللي كانت زوينه رهيفه مؤدبه. شافتو سلمت عليه، قال لي بنتي شنو كديري هنايا؟ ورانا الصديقه ديال مراد وراه موعدني بالزواج. سي عبد الرحمن، حاج عبد الرحمن، ملي سمع هادشي هذا فرح بزاف. الله يا ربي، واخيرا ولدي غادي يتزوج ويجيب شي بنت الناس باش يستعقر تما ويقابل ديك الفلاحه ديالو. اما مراد والو، ما بغاش تدخل ليه هاد الفكره ديال الزواج. هي الحاج ما يقولها ليه ويحاول يقنعو بالزواج، ولكن مراد والو ما بغاش يتزوج، يقول ليه لا. البنت ملي يأسات وشافت بان مراد ما باغيش يتزوج بها، وانه راه غير كيدوز بها الوقت،
وغادي تزيد تأكد أكتر. من واحد النهار غادي تشوف مراد هو واحد البنت وحدة أخرى داخلين للشقة. جات واجهاتو، من بعد جرى عليها وطردها. وديك الساعة حسات بأنها صافي راه خسرات مراد إلى الأبد. دازت واحد 3 شهور، غادي تلقى راسها أنها حاملة من مراد. جات قالت ليه وحكات ليه بلي راه حاملة. مراد سمع، هاجمها ونكر داكشي اللي في كرشها وجرى عليها. أما هي فراه كانت متأكدة مليون في المية أن داكشي اللي في كرشها راه ولد ديال مراد. ولات الأيام، ولات السنين، وديك السيدة ما بغاش يعترف ليها مراد بلي داكشي اللي في ولد. ولدات ولد وغادي تسميه عبد الرحمن على السمية ديال الجد ديالو. داك عبد الرحمن كبر مع الأم ديالو اللي تزوجات بواحد السيد اللي على قد الحال من نواحي ديال الخنيشات. تزوجات، دار ليه اسم عائلي، ولكن احتفظوا ليه بالاسم العائلي ديال الأب ديالو. كان سميتو عبد الرحمن، واختارت له الاسم العائلي ديال الجد ديالو اللي هو المحبوب، يعني ولا بحال سميتو بحال سميت جدو. داك الدري كبر وعنده اسم عائلي مختلف على خوتو، وبقى عايش مع العائلة ديالو. كبر وقرا، وكان واحد الدري اللي كيقرا مزيان. فكانت القضية شوية ضعيفة والحالة ضعيفة، راه قرا مزيان. قرا، خدا الإجازة ديالو في الشعبة ديال الحقوق. كان الحلم ديالو أنه يكون محامي ويدافع على المظالم وعلى الناس اللي مظلوم. ديك الساعة ما قدرش يحقق الحلم ديالو، وغادي يولي عميد ديال الشرطة وعميد ممتاز. من بعد دوك السطاج وداكشي ديالهم، راه قرر أنه يمشي يخدم في الإقليم ديال سيدي قاسم. بدا خدام، وكان ديما كيسول الأم ديالو على الأب ديالو. فاش كتقول ليه بلي راه الأب ديالك أولدي هو مراد المحبوب وراه مشهور في الإقليم ديال سيدي قاسم، جا الدري كيسول على بواه. دخل عندو، مع شافو عرفو، تعرف على خواتاتو من بواه، عيالات بواه حداه. شافو ناض عنقو وبقى جالس كيبكي. الناس اللي كانوا حاضرين تمايا أكدوا له الشبه الكبير اللي كان بينه وبين عبد الرحمن وبين مراد. وملي قال لي راه سميتي عبد الرحمن، زاد تصدم وزاد بكى أكثر، وزاد فرح كثار ملي عرف بأن ولده راه ولا عميد ممتاز ديال الشرطة. دازت واحد السنين، ومراد مرة كيتلاقى بالابن ديالو. من بعد عبد الرحمن غادي تاخدو الخدمة وغادي تشغل، غيكون جاي تعيين في المدينة ديال تطوان. غيولي يتباعدو الزيارات ديالو الأب ديالو. الآخر غادي يعرف بأن الأب ديالو راه جاتو واحد جلطة قلبية، وراه جا شلل نصفي. هاد القدرة على التحرك ولا أي حاجة بدنية. ديك الساعة رجع ومشى تما يشوف الأب ديالو، ومن عند شي ناس تمايا غادي يسمع بأن راه الأب ديالو راه ولد غير البنات، وشي ولاد عمو راهم دايرين شي خطة باش يستوليو على داكشي اللي خلى الأب ديالو وخلى الجد ديالو. هاديك الساعة عبد الرحمن غادي يتصل واحد المحامي وغادي يشرح ليه القضية كامل. الشيخ ديال الدوار غادي يعلم مراد، غادي يقول ليه ها شنو كيديروا ولاد خوك وها شنو كيديروا، وراه حطوا ديك الأراضي باش تحفظ. راه إلا ما تدخلتيش راه غادي تجي غتلقى كلشي ضاع عليك. ديك الساعة صافي قرر أنه يتدخل ويمشي يجيب خبرة طبية تثبت بأن عبد الرحمن ومراد راه بيناتهم علاقة ديال الابن وأب ديالو، يعني مراد هو الأب ديال عبد الرحمن. ديك الساعة عبد الرحمن غادي ياخذ واحد الترخيص من عند ولاية الأمن اللي خدام فيها، ترخيص ديال مدة ديال سنة كاملة مع توقيف الأجر. وغادي يدخل الغمار ديال هاد التحدي هذا. وأول حاجة كان وخصو يجيب الأ دي إن اللي كيثبت الأبوة بينو وبين الأب ديالو، يعني العلاقة بين أب وابن. خدا الحمض النووي من مراد، خدا الحمض النووي من عبد الرحمن، وفعلا جات النتيجة كتثبت بأنه راه أب وابن. عليهم دابا غير الطعن داكشي اللي كانوا باغيين يديروا ولاد عم. اكتشف بأن واحد العدول هما اللي مساعدينه في هادشي هذا، وبالخبرة ديالو المهنية في العالم ديال الأمن والشرطة، واخا خبرة كانت لي صغيرة شوية ماشي شي خبرة كبيرة بزاف، راه اضطر أنه يستعن بها وبشي أصدقاء خدامين، وتوجهوا لذاك الجبد ديال العدول
اللي داروا لفيف كيتبت بأن العم ديالهم راه عنده غير البنات، ما عندوش الدراري. من بعد عبد الرحمن راه غادي يجيب ADN اللي كيثبت كلشي. وفي ديك السنين اللي كان عبد الرحمن كيحاول يرجع الميراث ديال الاب ديالو، الاب ديالو غادي يتوفى وغادي يبقى داخل معاه في واحد المعركة كبيرة ديال الميراث. من بعد راه غادي ترجع ليه كاع داكشي ديالو اللي كان عند الاب ديالو، وغادي تعوض على كاع دوك السنين اللي فاتوه وكاع دوك السنين اللي ضاعوا منه. وهنا ما بقى لينا غير نودعوكم ونضربوا لكم موعد مع قصة واحدة أخرى وحكاية واحدة أخرى، وبقى لينا نقول لكم غير إلى اللقاء، لقاء مع قصة واحدة أخرى. وشكرا على حسن استماعكم.